عيساوي آخر الأخبار سريع. هيا آخر الأخبار. شاهد حقيقة هروب مغتصب طفل رضاع، ولكن قبل ذلك شاهد أبرز حدث وأكبر حدث، وهي قناة يمن شباب خلصت السروال. قناة يمن شباب مثل اللي يعلم عن القحب يحشر عادوا بعيد. الدجالة الفتالة. أنا أقول لكم سبب المشاكل وسبب يعني سواد بيقولوا هنا قدام العالم كله، هي يمن شباب الدجالة، وهي التي تنقل الأخبار الزائفة. يا انتظر أوجه لي رسالة يعني أخيرة قبل ما أقول لكم حقيقة هروب مغتصب الطفل. رسالتي إلى يمن شباب التي تزيف الأخبار وتنقل الأخبار الكاذبة: يا بنت الحرام، بكل بيت حمام، وأنت الحمام حق اليمن بالكامل. أنت الحمام حق اليمن بالكامل، لأنك تنقل الوجه الأسود. ماش كل من رقم واحد قالوا قد هو مشرف حوثي. استحوا ما عادش حوثها الآن دولة عيال الحرام، دولة عيال الحرام. أما بالنسبة لحقيقة هروب مغتصب طفل رضاع، فهذه زائفة من يعني زوائف يمن شباب لعنة الله عليها، ولا مكان لصحة وجود هذا الخبر. والسلطات سيطرت على الوضع، واصحاب رضاع عاد تكبروا رؤوسكم ولا حاجة. يعني المفروض ما عاد تخزوا بالولاد وتشهروا قدام العالم وتبينوا للعالم ان احنا رجعنا لوطاه. خلاص انسان ارتكب جريمة، على السلطات تحزم الامر، وعلى يعني الوسطاء قولوا لا الحياء والذوق اللي يتواسطوا بمثل هذه المواضيع انهم يلغوا الوساطة، يلغوا الوساطة وينتفوا الشنع عيال الحرام. والسلطات عليه انه تسرع بالبث بمثل هذه القضايا، واصحاب رداء عليهم انهم يتأنوا، مش خرجوا لي بجيش. خلوا الجيش الجبهات، خلوا الجيش اليوم الحامي، ويعقلكم خرجكم البلاد من هذه الهاوية لعنة الله عليكم أجمعين. إحنا جاوعين جيوعنا والدولة خربة، واحد ينقل الوجه الأسود وواحد يخرب والباقين يتوسطوا. لعنة الله عليكم أنتم شقاع الرجال.